النادي الكتالوني. موندو ديبورتيفو استعرضت ما يحتاجه برشلونة في إطار سعيه لضم 2 من نجوم المنتخب البرتغالي، وعنونت تقول: رافينيا وفيران توريس مفتاحا البارسا للتوقيع مع برناردو سيلفا وجواو فيليكس. الصحيفة الكتالونية أكدت أن أولوية برشلونة ترتكز على بيع اللاعبين الذين باتوا خارج حسابات تشافي من أجل تقليص الرواتب وضخ أموال يحتاجها بشدة لإجراء التعاقدات. موندو ديبورتيفو أشارت أن التعاقد مع سيلفا سيكون مشروطا بيع رافينيا، في حين يرتبط التعاقد مع جواو فيليكس بموقف فيران توريس من الرحيل لأتلتيكو. الجولة الأمريكية في ضوء الكرة الإسبانية ستكون بحسب سبورت بمثابة فرصة ذهبية لعدد من اللاعبين الشبان في كتيبة تشافي قبل بدء الموسم الجديد بلقاء الكلاسيكو الذي ستحتضنه مدينة دالاس في 29 من الشهر الحالي. الصحيفة الكتالونية خاطبتهم بالقول: الكلاسيكو في جيوبكم. قالت سبورت أن تشافي هرنانديز يثق أكثر باللاعبين الشبان بدليل ضم 7 منهم ضمن قائمة الفريق في الجولة الأمريكية. سيكونون أمام تحد جدي لاختبار قدراتهم. على الطرف الآخر أشارت سبورت إلى أن كارلو أنشيلوتي يحافظ على تقاليده بالاستعانة بلاعبي الخبرة حتى في الوديات، مكتفيا بضم 3 لاعبين شبان فقط، 2 منهم حارسا مرمى. نجم سابق آخر في نادي برشلونة في طريق إلى إنتر ميامي الأمريكي على الأرجح ليلتحق بقية زملائه في مغامرتهم الجديدة. صحيفة كلارين أبرزت خبرا عن إمكانية اجتماع أندريس إنيستا مجددا مع ميسي في أمريكا، وقالت أن إدارة إنتر ميامي الأمريكي تريد محاصرة ليونيل ميسي بزملائه السابقين في النادي الكتالوني من أجل تحقيق طفرة في النادي على مستوى الأداء والنتائج بعد التعاقد مع جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس. اليومية الأرجنتينية أضافت أن أندريس إنيستا منذ نهاية عقده مع فيسل كوبي الياباني قرر مواصلة مسيرته ملاعب كرة القدم رغم بلوغه 39، وقد يكون خيارا ممكنا للفريق المملوك من قبل الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي يحاول الوصول إلى تشكيلة مميزة تجمع الخبرة والشباب. جواو فيليكس أو برناردو سيلفا. هل جواو فيليكس هو من أولويات برشلونة رغم تصريحات اللاعب بنيته الكبيرة في الانضمام إلى برشلونة وهو يلعب في نادي آخر؟ يعني هذه مشكلة أيضا بالنسبة له شخصيا وبالنسبة لأتلتيكو مدريد. هل جواو فيليكس هو من أولويات تشافي؟ تشافي يفضل برناردو سيلفا دون أي شك، وإن كان خيار جواو فيليكس مطروح فإن تشافي يفضل أن يدعم الفريق في مراكز مختلفة. دون أي شك أن جواو فيليكس لاعب ممتاز، ولكن برناردو سيلفا قد يفيد تشافي. جلس وبدأ التدريبات الأولى مع ثلاثة غيابات أساسية: غياب كوندي، غياب بالدي، وغياب كذلك إنيغو مارتينيز. اللاعبون تدربوا في صالة الرياضة ولم يخضعوا للتدريبات مع كامل الفريق الموجود هنالك في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس تحضيرا للمباريات الودية التي سيخوضها برشلونة في هذه الفترة الصيفية، في انتظار كذلك كل المستجدات المتعلقة بالانتقالات. وكذلك بعد 3 لاعبين جاءوا إلى برشلونة بعد ضم كل من إنيغو مارتينيز، كوندوغان وأوريول روميو. 3 لاعبين جاءوا بتكلفة 0، وهذا ما يبحث عنه برشلونة، يبحث عن لاعبين بتكلفة قليلة جدا نسبة أو بسبب الأزمة التي يعاني منها. وبالتالي إن كان برشلونة يفكر في صفقة كبيرة مثل صفقة إنيغو مارتينيز أو مثل صفقة برناردو سيلفا أو حتى جواو فيليكس، وفي حال كان خيار جواو فيليكس مطروح فقد يكون هناك ربما خيارات كثيرة بالنسبة لبرشلونة مع أسماء كثيرة قد تدخل في عملية تبادل لاعبين كفيران توريس وغيرهم. ولكن أعتقد أن تشافي يفضل أكثر برناردو سيلفا، لأنه يعرف أن خيار برناردو سيلفا هجوميا سيعطيه دفع كبير من الناحية الهجومية، وبالتالي برناردو سيلفا لاعب حاسم أكثر، لاعب في التمريرات الحاسمة ممتاز، لاعب في التسجيل ممتاز، لاعب في المراوغة ممتاز، ولاعب كذلك على الأطراف ممتاز. ولكن كل شيء أيضا يتعلق بصفقات أخرى، صفقة إمبابي، بقاء إمبابي أو رحيل إمبابي، كل هذه الأمور تتعلق كذلك، لأن أيضا باريس سان جيرمان مهتم ببرناردو سيلفا، وفي حال ربما ترك إمبابي قد يكون
خيار برناردو سيلفا هو الأقوى بالنسبة لباريس سان جيرمان، ولكن لا ندخل في هذه القضية. يعرف تشافي أن خيار برناردو سيلفا صعب جدا بالنسبة لبرشلونة بسبب الأزمة التي يعاني منها، وبالتالي ربما في الشكل الموجود للفريق الذي هو موجود عليه حاليا ربما بحاجة لدعم هجومي إضافي يعطي الفريق أبعاد أخرى في المسابقات الأوروبية وفي الدوري الإسباني في الموسم المقبل. هذا ما يبحث عنه برشلونة، هذا ما يبحث عنه تشافي. سنرى في هذه المباريات الودية، وهي ربما لا تعطي بعد كبير عن واقع الفريق بشكل كبير. الجدي يبدأ مع بداية الدوري شيئا فشيئا، ولكن دون أي شك أنه هناك استنتاجات كبيرة بالنسبة لتشافي ستكون في هذه الجولة. وآخر أيضا الخيارات المطروحة ربما قد ينضم بيست لنيكو في نادي بورتو في الموسم المقبل. هذا ما سنعرفه كذلك في الأيام المقبلة إذا تمت هذه الصفقة أو لم تتم فيما يخص هذين اللاعبين، ولكن واضح أن لا ديست ولا نيكو يدخلان في مخططات تشافي للموسم المقبل. في فرنسا يزداد الغموض حول مستقبل نجم البرازيلي في صفوف بي اس جي. الإكيبة الفرنسية رصدت تصريحات لافتة أطلقها اللاعب نيمار عبر من خلالها عن أمله في البقاء مع باريس سان جيرمان. مجلة الفرنسية نقلت عن نيمار جونيور تأكيد أنه لم يتلقى شيئا من إدارة باريس سان جيرمان بشأن رحيل مرتقب عن حديقة الأمراء هذا الصيف. النجم البرازيلي أعلن بصراحة عن رغبته في احترام عقده حتى لو لم يكن هناك حب كبير بينه وبين الجماهير، مؤكد أنه يشعر بالهدوء سيتواجد في التدريبات فور شفائه من الإصابة. لازلنا في فرنسا، نتحول صوب مدينة مارسيليا حيث سلطت صحيفة لوفيغارو الضوء على مستقبل قائد نادي الجنوب الفرنسي تزامنا مع تخلفه عن بعثة النادي التي تعسكر في ألمانيا. لوفيغارو راتنا بقاء باييت البالغ من العمر 36 عاما فرنسا وتدربه بشكل فردي تخلفه عن التحاق بعثة مارسيليا لأسباب قال إنها شخصية قد تؤشر لقرب اعتزالا نهائيا. أضافت الصحيفة أن باييت لطالما شدد على أنه يريد الخروج من مارسيليا من الباب الكبير. عدم حصوله على دور مهم تحت قيادة المدرب تيودور قد يدفع الاعتزال في ظل رفضه للعروض المقدمة له من تركيا والمملكة العربية السعودية. جولتنا العالمية لا تزال مستمرة. نصل الآن إلى المحطة الألمانية. يومية بيلد فتحت مجددا ملف حراسة المرمى في النادي البافاري. تحدث عن صعوبات قد تعقد من رحيل يان سومر إلى الإنتر. بحسب الصحيفة الألمانية فإن إدارة البايرن لا تزال مترددة في السماح للحارس السويسري بالانتقال للنراتزوري في ظل تأخر عملية تعافي نوير من الإصابة بكسر في قدمه وعدم ضم بديل. أشارت بيلد إلى بايرن يشترط الحصول على 8 ملايين يورو لبيع سومر، في وقت ترى فيه إدارة الإنتر أن السعر مبالغ فيه لحارس تجاوز عمر 34 عاما. نواصل جولتنا في الصحف القارتية العجوز، ننتقل إلى بريطانيا. تابع تقريرا أوردته صحيفة الصن عن الجانب الآخر من حياة الكاميروني أندري أونانا الحارس الجديد لمانشستر يونايتد، وكيف تقاسم ثروته الحالية التي اكتسبها كمحترف في عالم الكرة. الصحيفة قالت إن أونانا الذي حل محل الإسباني ديفيد دخية في حراسة عرين مانشستر يونايتد مقابل 47 مليون جنيه استرليني ساهم في الكثير من الأعمال الخيرية في العديد من المدن الإفريقية أبرزها في موطنها الكاميرون. الصن أشارت أن الدولي الكاميروني بدأ بتخصيص جزء من راتبه السنوي منذ عام 2020 لتمويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في القرية التي تقيم بها والدته، وكذلك تمويل مؤسسات رعاية الأطفال في مناطق الصراع هناك. دائما مع صحف المملكة المتحدة تحديدا الصن التي واصلت اهتمامها بمستقبل قائد توتنهام ومنتخب الأسود الثلاثة لما زال غامضا ولا يعرف ما إذا كان هاري كين سينتقل إلى فريق آخر غير سبيرز.
الصحيفة أكدت أن هاري كين لن يقبل أي عروض تعاقدية جديدة قبل فريق سبيرز، وهو حريص جدا على إتمام الانضمام إلى صفوف العملاق البافاري، على حد قول الصن التي أشارت إلى أن المهاجم الدولي الإنجليزي لا يحاول الضغط على ناديه من أجل زيادة في الراتب، بل